سمعت عن خناقة النحاس باشا وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قبل كده؟ تعال أقول لك تفاصيلها، بس خليك معايا. أنا باسل عادل ودي الجريدة الرسمية. يحكى ان في يوم من الايام الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب كان بيغني في كازينو سان ستيفانو في اسكندريه، وكان الحفله حاضرها مصطفى باشا النحاس. المهم في اخر اغنيه لعبد الوهاب راح قايم النحاس وسايب الكازينو وماشي. الامر اتفسر على انه طبيعي، لكن في ناس شافت انه مش طبيعي قوي. في اليوم الثاني، والكلام ده على عهده الكاتب الكبير مصطفى امين، صدفت انه محمد عبد الوهاب قابل الباشا مصطفى النحاس، راح يسلم عليه بكل حماس، لكن بص كده لقى وش الباشا متهجم. بص عبد الوهاب باستغراب واستفسر، قال له يعني بالبلدي كده ليه الوش ده يا باشا؟ فكان الرد من النحاس باشا: يا ترى غنيت ايه امبارح يا استاذ محمد؟ رد عليه عبد الوهاب وقال له 3 حاجات، قصيدة كذا وكذا، وغنيت موال مسكين. النحاس قال له طب قول كلمات الموال ده كده. فابتدى عبد الوهاب يتكلم عن كلمات الأغنية ويقول: يلي تركت الوطن والأهل علشانك. هنا بقى الباشا قال له: يعني ايه يسيب الوطن عشان واحدة ست؟ دي اسمها خيانة يا أستاذ، ومن النهاردة الأغنية دي ممنوعة. لدرجة ان عبد الوهاب بعد كده غير كلمات الموال مخصوص عشان ما يزعلش الباشا. الحكاية دي ليها علاقة بحلقة النهاردة؟ لا، بس احد اطرافها النحاس باشا ليه علاقه. خليك معايا عشان تعرف. دي كانت قصه تاريخيه من مئات القصص المرتبطه باسماء سياسيه لامعه في تلك الفتره من تاريخ مصر، زي ارتباط الوفد الكبير مصطفى باشا النحاس بالقصه اللي حكيناها، واللي كان ليه بصمه كبيره في الحياه السياسيه والحزبيه في مصر قبل ثوره 52، لكنه بعد عن المشهد بعد حل الأحزاب السياسية. الأحزاب كانت كام حزب وقتها؟ كانوا 29 حزب سياسي، لكن حالها لما الثورة قامت وقت قيام الثورة كان لا يسر عدو ولا حبيب، وكانت القاهرة دي عبارة عن مكان يضج بالشعارات واللافتات والخطب الحزبية، وأحزاب بتتصارع على الكراسي والبرلمان، لكن محدش فيهم بيتكلم عن المواطن. وكانت الأحزاب دي بتعيش في عالم خاص من المنافسة والتناحر، وعلى الناحية التانية الشارع بيغلي بالفقر والفساد والاحتلال، زي ما مصادر كتير وصفت حالها وحال الشارع وقتها. وللإنصاف ده ما كانش بيمنع وجود مواقف مشرفة طبعا لبعض قياداتها، مش كله يعني كان سواد. تجربة مصر الحزبية بيتأرخ ليها بداية من عام 1907 مع تأسيس الحزب الوطني على يد الزعيم الوطني الكبير مصطفى كامل. وبالمناسبة ده كان التأسيس الثاني للحزب، لكن التأسيس الأول زي ما كتير عارفين كان منسوب للزعيم أحمد عرابي. هتقول لي طب والتجربة ما كملتش ليه؟ هقول لك دي كانت بداية سطوة الاحتلال الإنجليزي، وبالتالي التجربة لم يكتب لها النجاح. وما بين بقى 1907 و 1953 اتولدت عشرات الأحزاب زي حزب الوفد، الهيئة السعدية، الكتلة الوفدية، الأحرار الدستوريين، وغيرهم من الأسماء، اللي رغم التناحر بينها وفي داخلها إلا إن كتير منها كانت ليه مواقف زي ما قلت قبل كده خالصة لوجه الوطن. المرحلة اللي اندلعت فيها ثورة يوليو 52 كان حزب الوفد هو صاحب الزخم الأكبر على الساحة بقيادة مصطفى النحاس باشا، ولكن التناحر بينه وبين الانجليز والملك كان كبير جدا، وفي الوقت ده ما كانش فيه شعبية ليه بالمعنى المفهوم زي اللي طلع بيها الحزب ايام سعد باشا زغلول. وكان التوجه بعد ثورة يوليو هو حل الاحزاب، لان ضباط الاحرار كانوا شايفين انها مشاركة بالفعل في فساد الحكم الملكي، وكانت هم رأيهم يعني ان الاحزاب دي في الوقت ده كانت بتدور على مصلحتها وبس، ومش شايفة خالص مصلحة الشعب، وإنه ده رأيهم برضو علشان نعمل حياة ديمقراطية سليمة لازم نفكك التنظيم الحزبي الموجود، وبعدين
نعيد بناؤه مرة أخرى. واتقال وقتها إنه كان في محاولات من أكثر من شخصية سياسية وحزبية زي مثلا علي باشا ماهر عشان يطلع حزب سياسي جديد، ولكن طلبه اتقابل بالرفض، وهو نفس المصير اللي واجه طلب بعض الوفديين بعودة حزب الوفد. جمال عبد الناصر كان ليه توصيف بخصوص تواصل تلك الشخصيات مع الضباط الأحرار، وقال كل واحد قابلناه ما كانش ليه هدف إلا إنه يقتل التاني. ولغاية ما صدر القرار بحل الأحزاب في 16 يناير 1953 ومصادرة أموالها ضمن إعلان دستوري بيحدد ملامح المرحلة اللي كانت بعد ثورة 52 واللي كان أصدره وقتها اللواء محمد نجيب بحكم إنه هو اللي كان في الواجهة. نجيب وقتها قال ضمن الإعلان كلام مهم بيوصف الحالة اللي كانت عليها الأحزاب، وقال نصا: كنا ننتظر من الأحزاب أن تقدر مصلحة الوطن العليا فتقلع عن الأساليب السياسية المخزية التي أودت بكيان البلاد ومزقت وحدتها وفرقت شملها لمصلحة نفر قليل من محترفي السياسة وأدعياء الوطنية. ولكن على العكس من ذلك اتضح لنا أن الشهوات الشخصية والمصالح الحزبية التي أفسدت أهداف ثورة 1919 تريد أن تسعى سعيها ثانية بالتفرقة في هذا الوقت الخطير من تاريخ الوطن. المؤرخ بقى الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر اللي كلنا نعرفه بجامعة عين شمس قال توصيفا لقرار حل الأحزاب إنه كان في شبه إجماع على فشل الحياة الحزبية قبل ثورة يوليو بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ده مش كلام مرسل زي ما قيل، بل لو في حد تتبع التاريخ الخاص بالأحزاب هيكتشف فعلا تراجعها وتدهورها في ال10 سنين اللي سبقت ثورة يوليو. واللي عايز يعرف بالظبط يشوف الصحف اللي كانت موجودة في تلك الفترة وازاي كانت بتتكلم عن الأحزاب. حل الأحزاب اللي وصفوا البعض بأنه خطأ الثورة وأنه أصاب البلاد بالكوارث السياسية وجعل إنجازات الثورة في مهب الريح، خاصة مبدأ إقامة حياة ديمقراطية سليمة، أنتوا عارفينه من مبادئ الثورة 6 مبادئ ثورة 52. في كمان اللي شاف إن الأحزاب دي هي اللي ودت البلد في داهية وعامت في بحر من الفساد. مجلس قيادة الثورة بعد ما لغى الأحزاب كان ضروري يدور عن البديل اللي يحقق أهداف الثورة، وتم الوقوف على تأسيس هيئة التحرير، واللي فكرتها طلعت من الرئيس جمال عبد الناصر قبل الثورة، وجرت مشاورات إنشائها في نادي الضباط، وأعلن قيامها رسميا في 23 يونيو 1953، وكان شعارها الاتحاد والنظام والعمل. أفكركم تاني بالأغنية اللي انتوا عارفينها، بالاتحاد والنظام والعمل. المهم سنة 1957 تم تشكيل الاتحاد القومي وتولى رئاسته عبد الناصر، واللي كان أبرز أهدافه زي ما القرار قال هو تحقيق أهداف الثورة. ومن بعده جه الاتحاد الاشتراكي واللي تم تأسيسه سنة 1962 كتنظيم شعبي كبير. وفي فترة الرئيس السادات واللي قام بتأسيس ما يسمى بالمنابر في مارس 76، حيث اليمين والوسط واليسار من داخل الاتحاد الاشتراكي. بعد كده المنابر دي اتحولت لأحزاب، منها حزب مصر العربي الاشتراكي واللي اتحول بعد كده للحزب الوطني اللي كلنا نعرفه وترأسه وقتها الرئيس أنور السادات. ثم بعد كده شفنا التجمع والعمل والأحرار الاشتراكيين. كانت كل التحركات من جانب الرئيس السادات بداية لعودة الحياة الحزبية في مصر من جديد. دي كانت حكايتنا النهاردة في الجريدة الرسمية. خليكم معانا عشان هتسمعوا حكايات كتيرة عن السياسة في مصر وأحداثها. أنا باسل عادل والجريدة الرسمية.